فدوس في الملعب وخليك راجل. بس انا مش طالب منك حاجه، انت لسه متداس على وشك ب 3-0 قدام الاهلي وما عملتش اي حاجه. رسالة ولا لعيبة نادي الزمالك بكره، انا مش طالب ان انت تكون احسن واحد بتلعب كوره، انا عايزك بس تكون راجل في الملعب، لان الدوري دلوقتي خلاص انت بتفنشه، انت فاضل لك ماتشين وتاخد الدوري. وكمان لو الاهلي قدر ان هو يتعادل، ولا بيراميدز قدرت انها تخسر، ولا اي حاجه من الحاجات دي حصلت، انت قادر ان انت تاخد الدوري بكره في ماتش بكره. خليك راجل ودوس واستقتل على الفوز بكره في ماتش سموحه. انت في اخر الماتشات اللي انت لعبتها، اخر 5 ماتشات انت جبت جونين بس، فانا مش شايف ان انت غير ان انت بتنزل الملعب قاعد بتهزر بس، ومش قاد ومش مقدر قيمه قيمه نادي الزمالك وقيمه الجمهور اللي بيجي لك من كل حته ده كل ماتش. فدوس في الملعب وخليك راجل. بس انا مش طالب منك حاجه، انت لسه متداس على وشك ب 3-0 قدام الاهلي وما عملتش اي حاجه، ولا اتنحررت، ولا قلت ان ما ينفعش يحصل فيا كده ولا اي حاجه. لا عادي، بتبدلوا لبس بعض في نهايه الماتش بعد اي ماتش عادي يعني. فانتوا كيوت قوي. الماتشات الجايه مش عايز العب كوره فنيات بس، عايز العب كوره فنيات ورجوله في الملعب ويستقتل على الفوز ويكون عنده حميه. انا مش طالب منكم غير كده. ماتش سموحه بكره لازم تكسبوه من الاول، مش الشوط الاول اصلا يبقى 3-0 ولا حاجه. لازم تعمل اللي عليك بكره. انا مش طالب منك غير انك تكون راجل مش لاعب كوره.